بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه قصيدة للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله، أرسلها إلى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه، لما بلغه ما يقوم به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى التوحيد ومناهضة أهل الأهواء والبدع. قال رحمه الله: سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. لقد صدرت من سفح صنعاء سقى الحياة، رباها وحياها بقهقهة الرعد. سرت من أسير ينشد الريح إن سرت، ألا يا صبا نجد متى هجت من نجدي. يذكرني مسراك نجدا وأهله، لقد زادني مسراك وجدا على وجدي. قفي واسألي عن عالم حل سوحها، به يهتدي من ضل عن منهج الرشد. محمد الهادي لسنة أحمد، فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي. لقد أنكرت كل الطوائف قوله، بلا صدر في الحق منهم ولا وردي. وما كل قول بالقبول مقابل، ولا كل قول واجب الرد والطرد. سوى ما أتى عن ربنا ورسوله، فذلك قول جل قدرا عن الرد. وأما أقاويل الرجال فإنها تدور على قدر الأدلة في النقد. وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي. ويعمر أركان الشريعة هادما، مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد. أعادوا بها معنى سواع ومثله، يغوث وود بئس ذلك من ودي. وقد هتفوا عند الشدائد باسمها، كما يهتف المضطر بالصمد الفردي. وكم عقروا في سوحها من عقيرة، أهلت لغير الله جهلا على عمدي. وكم طائف حول القبور مقبل، ويلتمس الأركان منهن بالأيدي. وحرق عمدا للدلائل دفترا، أصاب ففيها ما يجل عن العد. غلو نهى عنه الرسول وفرية، بلا مرية فاتركه إن كنت تستهدي. أحاديث لا تعزى إلى عالم، ولا تساوي فلسا إن رجعت إلى النقد. وصيرها الجهال للذكر ضرة، يرى درسها أزكى لديهم من الحمد. لقد سرني ما جاءني من طريقه، وكنت أرى هذه الطريقة لي وحدي. وأقبح من كل ابتداع سمعته، وأنكاه للقلب الموفق للرشد. مذاهب من رام الخلاف لبعضها، يعض بأنياب الأساود والأسد. يصب عليه سوط ذم وغيبة، ويجفوه من قد كان يهواه عن عمد. ويعزى إليه كل ما لا يقوله، لتنقيصه عند اتهامي والنجد. فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية، ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد. وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد، ويتبع أقوال النبي محمد. وهل غيره بالله في الشرع من يهدي؟ لئن عده الجهال ذنبا فحبذا به، حبذا يوم انفرادي في لحدي. على ما جعلتم أيها الناس ديننا، لأربعة لا شك في فضلهم عندي. هم علماء الدين شرقا ومغربا، ونور عيون الفضل والحق والزهد. ولكنهم كالناس ليس كلامهم دليلا، ولا تقليدهم في غد يجدي. ولا زعموا حاشاهم إن قولهم دليل فيستهدي به كل مستهدي. بلى صرحوا أننا نقابل قولهم، إذا خالف المنصوص بالقدح والرد. سلام على أهل الحديث، فإنني نشأت على حب الأحاديث من مهدي. هم بذلوا في حفظ سنة أحمد، وتنقيحها من جهدهم غاية الجهد. وأعني
بهم أسلاف أمة أحمدا. أولئك في بيت القصيد هم قصدي، أولئك أمثال البخاري ومسلم وأحمد أهل الجد في العلم والجد. بحور وحاشاهم عن الجزر، إنما لهم مدد يأتي من الله بالمد. رووا وارتووا من بحر علم محمد، وليست لهم تلك المذاهب من وردي. كفاهم كتاب الله والسنة التي كفت قبلهم صحب الرسول ذوي المجد. أأنتم أهدى أم صحابة أحمدا، وأهل الكسى هيهات الشوك كالورد. أولئك أهدى في الطريقة منكم، فهم قدوتي حتى أوسد في لحدي. وشتان ما بين المقلد في الهدى ومن يقتدي، والضد يعرف بالضد. فمن قلد النعمان أصبح شاربا نبيذا، وفيه القول للبعض بالحد. ومن يقتدي أضحى إمام معارف، وكان أويسا في العبادة والزهد. فمقتديا في الحق كلا مقلدا، وخل أخ التقليد في الأسر بالقد. وأكثر أهل الأرض من قال إنه إله، فإن الله جل عن الند. مسماه كل الكائنات جميعها، من الكلب والخنزير والقرد والفهد. وأن عذاب النار عذب لأهله، سواء عذاب النار أو جنة الخلد. وعباد عجل السامري على هدى، ولائمهم في اللوم ليس على رشد. وينشدنا عنه نصوص فصوصه، تنادي خذوا في النظم مضمون ما عندي. وكنت امرأ من جند إبليس فارتمى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي. فلو مات قبلي كنت أدركت بعده دقائق كفر ليس يدركها بعدي. وكم من ضلال في الفتوحات صدقت به فرقة صاروا ألد من اللد. يلوذون عند العجز بالذوق ليتهم يذوقون طعم الحق، فالحق كالشهد. فنسألهم ما الذوق قالوا مناله عزيز، فلا بالرسم يدرك والحد. تسترهم بالكشف والذوق أشعرا بأنهم عن مطلب الحق في بعد. ومن يطلب الإنصاف يدلي بحجة، ويرجع أحيانا ويهدي ويستهدي. وهيهات كل في الديانة تابع أباه، كأن الحق في الأب والجد. وقد قال هذا قبلهم كل مشرك، فهل قد حوى هذه العقيدة من رند. كذلك أصحاب الكتاب تتابعوا على مذهب الآباء فردا على فرد. وهذا اغتراب الدين فاصبر فإنني غريب، وأصحابي كثير بلا عد. إذا ما رأوني عظموني وإن أغب، فكم أكلوا لحمي وكم مزقوا جلدي. هنيئا مريئا كاغتياب فوائد، فكل فتى يغتابني فهو لي مهدي. يصلي ولي أجر الصلاة وصومه، ولي كل شيء من محاسنه يبدي. وكم حاسد قد أنضج الغيظ قلبه، ولكنه غيظ الأسير على القد. فدونكها تحوي علوما جليلة منزهة عن وصف قد وعن خد. فلا مدحت وصلا لليلى وزينبا، ولا هي ذمت هجر سعدى ولا هندي. إليك طوت عرض الفيافي وطولها، فكم جاوزت غورا ونجدا إلى نجدي. أنا أخت بنجد واستراح ركابها، وعاد خليا عن رحيل وعن شد. فأحسن قراها بالقراءة ناظما جوابا، فقد أضحت لديك من الوفد. وصل على المختار والآل، إنها لحسن ختام النظم واسطة العقد.